بسم الله الرحمن الرحيم. على بركة الله نعلن على بداية وانطلاق هذه الندوة التي تأتي في سياق التحاق الأستاذة الفاضلة، يعني كلكم تعرفوا الأستاذة كنزة الشريبي، يعني من خلال تجربتها في تسيير الشأن المحلي، لكن الأستاذة الآن تريد أن تدخل غمار التسيير الترابي العملي إن صح التعبير على مستوى عمالة أنفا. ومؤخرا الأستاذة الفاضلة التحقت بحزب الاتحاد الدستوري ونالت عضوية هذا الحزب، حزب الاتحاد الدستوري، ونالت ثقة السيد الأمين العام السيدي محمد جدار. فنعطوا الكلمة الأستاذة الفاضلة من أجل توضيح يعني سبب التحاقها بهذا الحزب، حزب الاتحاد الدستوري، ونفتحوا إن شاء الله بعد ذلك الأسئلة للزملاء والزميلات من أجل طرح الأستاذة. اولا وقبل كل شيء كنشكركم جميعا على الحضور ديالكم، الحضور المكثف ديال الصحافه المحليه والوطنيه. شكرا جزيلا على الحضور ديالكم، على الاهتمام ديالكم، على المواكبه ديالكم لا مشروطه طيله هذه السنوات اللي اشتغلنا فيها على مستوى تراب مقاطعه سيدي بليد. لان كنت كنتمنى انني ندير هذه الندوه صحفيه لسبب واحد، وهو ان اعلن الراي العام على انتقالي الى حزب الاتحاد الدستوري، ونعبر على الاسباب اللي جعلتني انني نلتحق بالحزب ديال الاتحاد الدستوري. اذا انا ما غاديش نطول عليكم بزاف، غادي نعطيكم واحد الكلمه مقتضبه على الاسباب، ولكن غادي نخلي لكم المجال مفتوح للاجابه عن جميع الاسئله، ولكن بيان سور خصها تكون عندها علاقه مع الموضوع، ونحاول ما امكن اننا ما ندخلوش في بعض المواضيع. انا ما عنديش مشكل، الموضوع ديالي كرئيسه اذا عندكم شي تساؤل مرحبا، ولكن الموضوع ديال الانتخابات هذا ما يمكنناش ندخلوا فيه، راكم عارفين، حيت كاين واحد الاجل اللي خصنا نحترموه، اللي ما نقدروش حنايا نتجاوزوه باش نكونوا حنا ديما محترمين القانون ونحترموا الاسس ديال التنظيم ديال الجماعات وديال الانتخابات. اذا اليوم انا كنبدا واحد المرحله جديده في المسار ديالي السياسي، وهاد المرحله هذه كتجي بلا ما نذكر هذيك المرحله اللي دازت قبل من اللي كنت عايشها قبل، وبلا ما نتخلى على المجال الترابي اللي انا فيه واللي حديت منه الثقه ديالي. هذا التغيير ديال الانتماء ديالي الحزبي هو ماشي تغيير ديال المبادئ ديالي او لا ديال الصراعات ديالي او لا ديال الخدمه ديالي اللي كندير على مستوى التراب، بل فهي تغيير من حزب الى حزب، ياك، باش نقدر نمارس العمل ديالي السياسي بكل اريحيه، باش نمارس العمل السياسي ديالي كيف ما بغيت انا، كيف ما كيبان ليا، بالمبادئ ديالي، بالحريه ديالي، بطريقه العمل ديالي. لان هذا التغيير هذا كما قلت لك ما كيجعلنيش اني كنغير القناعات ديالي او لا المنطقه اللي كنخدم فيها او لا الالتزام ديالي تجاه الساكنه، بل هو تحول من اطار الى اطار. واللي بغيت نقول لكم هو انني غادي نستمر في الانصات للساكنه، وغادي نستمر في العمل ديالي، وغادي نكون ديما واجده باش نواجه اذا الالتزامات ديالي، نستمع للساكنه ديال عماله مقاطعه انفا ولا ديال تراب مقاطعه سيدي بليوت، وكنتمنى انني ديما نبقى نحظى بالثقه ديالهم وما غاديش نتخلى عليهم، بالعكس غادي نخدم في اطار افضل واحسن، وغادي نحاول ما امكن انني نكون عند حسن الظن ديالهم. اذا هذا هو السبب. اذا كان عندكم بيان سور الاسئله غادي نخلي السي محمد خدلي انه هو يسير هاد الندوه الصحفيه. مرحبا بكم كاملين، اي سؤال حنا موجودين. هذا الانتقال هذا ديالي كنديرو بكل المسؤوليه، وهاد الندوه هذه فهي الا دليل على انني كنتحمل المسؤوليه ديالي بكل قناعه، وهذا الاختيار هذا درته، وهذا القرار اللي خديت فهو قرار يعني خممت فيه بزاف وخديته عن قناعه، وكنتحمل فيه كل المسؤوليه السياسيه تجاه الساكنه اللي تابعاني. لان مرحبا بكم وعلى بركه الله. هذا القرار كما قلت لكم كان عن قناعه، يعني
فكرت فيه مزيان وخممت ليه مزيان وحاولت ما امكن انني نحاول نشوف شنو هما الايجابيات والسلبيات ديال الالتحاقي او عدم الالتحاقي بحزب الاتحاد الدستوري. السبب الاول وهو انني كما قلت لكم قبيله كاين بعض القرارات والاختيارات في الحياه اللي خاصنا ضروري ناخذوها. العمل ديالي السياسي والميداني راه ما غاديش يتغير، النضال ديالي غادي يبقى هو من اجل المصلحه ديال الساكنه، ولكن الاطار اللي غادي نشتغل فيه ان شاء الله تحت الالوان ديال حزب الاتحاد الدستوري غادي يكون غادي يسمح لي بانني نشتغل باريحيه. يعني طريقه العمل ديالي، الطريقه ديال التصور ديالي، الطريقه ديالي كيفاش بغيت انني نخدم في العمل الميداني هي كتناسبني من خلال انتمائي لهذا الحزب اللي هو الاتحاد الدستوري. بالنسبه لرد الفعل ديال الحزب السابق صراحه انا ما غاديش نقدر نجاوبك على هذا السؤال حيت ما عنديش عليه الجواب. انا كنحترم الحزب ديال الاصاله والمعاصره، كنحترم النساء والرجال اللي خدموا اللي كيناضلوا فيه، ناضلت معاهم وخدمت معاهم وبديت معاهم المسار ديالي السياسي كمسؤوله، وما عمرني ما غادي نكره هذه المرحله هذه اللي كانت صراحه مثمره وعندها واحد العواقب اللي هي جد ايجابيه. ولكن كيجي واحد النهار اللي خاصك ضروري تاخذ واحد الاختيار واحد القرار، يقدر يكون سهل يقدر يكون صعب، ولكن هذا هو الاختيار ديالي خديته بكل مسؤوليه. بالنسبه للبرنامج انا قلت لك انا البرنامج ديالي الوحيد وهو العمل من اجل الساكنه ومن اجل المصلحه ديال الساكنه. انا ما عمرني ما خدمت بلا ما نكون كنستمع للساكنه وكنحاول نستجب لهم، نستجب الاشياء المهمه اللي يعني المواضيع المهمه اللي كتشغلهم. هذا هو البرنامج الوحيد، انا ارضاء الساكنه والانصات لها ونحاول ما امكن انني ندير الجهد ديالي باش نخدمها. هذا هو البرنامج ديالي الوحيد. التهجير القسري والتشريد ديال الساكنه والبلوكاج اللي ما عطى والو للمقاطعه ديال الساكنه. صراحة أنا ما غاديش نشاطرك الرأي حيت كل واحد كيشوف الأشياء من المنظور ديالو الخاص. أنا غادي نقول لك العكس، أنا غادي نقول لك بأن كاينين الناس كانوا كيعيشوا في واحد الفئة ديال الناس كانوا كيعيشوا في واحد الظروف اللي هي صعبة جدا وأنهم استافدوا ومشاو للديور ديالهم وعندهم دابا ديور، وكاين الناس اللي خداو مبالغ مالية من خلال الاستفادة ديالهم. إذا كاين واحد الفئة اللي استفدت وكاين فئة ما استفدتش. هذه هي الحياة وهذا هو هذوما المشاكل اللي كنعانيو منها. وهذا ما كيعنيش انني ما كنترافعش على الناس اللي ما استافدوش، وما كيعنيش انني ما كنترافعش على الناس اللي مازال خاصهم ياخذوا الحقوق ديالهم، حيت انا في الاصل امراه حقوقيه وامراه كنبغي الخير وكنبغي انني ندير الخير مع الناس وكنبغي نوصل لاهداف نبيله اللي هي ندافع على الحقوق ديال الناس كيف ما بغاو يكونوا. اذا انا ما غاديش نبغي ابدا انني نتعدى على شي واحد ولا نبغي ندير معاه شي حاجه اللي ما هياش. هذه من جهه اخرى فيما يخص البلوكاج كاين في جميع المقاطعات الناس اللي كيسيروا والناس اللي كيعارضوا، وهذه المعارضه كتدخل في واحد الاطار اللي هو عادي. الناس كيقول لك احنا ما متفقينش وشي كيقول لك متفقين. كل شيء غادي يشوف بان كاين اغلبيه اللي هي دابا غاديه وكتحسن، وكاين الناس معايا في المجلس اللي كيوافقوني الراي وكيمشيو معايا وكيمشيو في القرارات اللي كناخذوا على مستوى المجلس. هذا عادي، كاين معارضه عاديه في جميع المجالس حتى في مجلس المدينه في المقاطعات الاخرى الى غير ذلك. اذا انا ما غاديش نسميه بلوكاج وما غاديش نسميه التهجير القسري وما غاديش نسميه هادشي كله. انا كنقول بالنسبه لي من المنظور ديالي انه ما كاينش، ولكن كل واحد حر انه يعبر ويقول وينقد بشكل بناء. احنا ان شاء الله ما عمرنا ما غادي نحبسوا من الترافع على الساكنه، وإلا كاين شي واحد متضرر راه دائما حنا كنترافعوا عليه وكندافعوا عليه، واللي ما عجبوش الحال وكانت عنده شي مشاكل في الحياه ديالو راه حنا قلبا وقالبا معاه وكنحاولوا ما امكن اننا نساعدوه. هذا هو الاداء اللي كاين. ان شاء الله اللي غادي توزي البرلمان وشرط اليوم بان راه باقه انا هي الرئيسه ديالو، انا هذا الى غير ذلك. تقريبا شوف انا باقه الرئيسه وغادي نبقى رئيسه، فين ما مشيت غادي نبقى قريبه من الساكنه ديال المقاطعات سيدي بزوك وديال العماله في المقاطعات. فين ما مشيت ومن اي جهه ومن اي بلاصه غادي نبقى دائما قريبه من الساكنه. خلاصه القول
يعني شنو بغيت انا نوصل لكم وبغيت نوصل للراي العام، ان العمل على المستوى المحلي كيبقى محدود. القانون المعمول به والاطار اللي كنشتغلوا فيه على المستوى المحلي كيبقى دائما محدود. اذا هاد الرغبه ديالي باش ننتقل لحزب الاتحاد الدستوري، وهاد الرغبه ديالي انني يكون عندي طموح سياسي اكبر من هذا اللي فيه انا، راه لصالح الساكنه، لصالح الناس. حيت ملي كتكون عندك واحد الملفات اللي هي عالقه، واحد الملفات اللي هي صعيبه ومتشبكه، ما يمكن لك تحلها الا على مستوى اخر واطار اخر. هذا هو القانون. حنا عندنا قوانين تنظيميه، عندنا الحمد لله مؤسسات، وخصنا دائما نشتغلوا داخل المؤسسات. يعني هذا هو المبتغى، وهذا هو الهدف من الطموح ديالي السياسي ومن الاختيار ديالي وبالقرار ديالي. هذا هو اللي كاين. هذا القانون نتيجه عدم تزكيتكم من النظام والتحاقكم بالاتحاد الدستوري هو اللي برهن انكم قادرون على الفوز بهذا الموقع. انا كنت فاهم هذا السؤال، ومن حق اي واحد انه يسولني هذا السؤال، حيت المواطنين والراي العام خصو يكون صارم في المحاسبه ديال المسؤولين السياسيين. لان حنا عندنا طموح سياسي، عندنا طموح باننا نخدموا الساكنه واننا نترافعوا عليها في مراحل اخرى، مراحل جايه ان شاء الله في المستقبل. لان ماشي هذا هو السبب الرئيسي او السبب اللي جعلني انني ننتقل من حزب الى حزب، لا، هذا الطموح ديالي السياسي فهو اكبر من ذلك. كاين واحد اللحظات في الحياه ديال الانسان، سورتو لحظات في الحياه ديال الفاعل السياسي، خاصو ياخذ اختيارات وخاصو ياخذ قرارات. وهاد القرارات ماشي باش ياخذ واحد التزكيه ولا باش يكون عنده واحد المسار سياسي ولا باش يضمن المستقبل ديالو السياسي، لا. نورمالمون هذا الاختيار هذا خاصو يكون موزون ومسؤول، وكيشوف من خلاله المصلحه العامه قبل من المصلحه الخاصه. وانا كنظن بان كيف ما قلت لك وكيف ما قلت الاخوان قبل، هذا الانتماء ديالي دابا للاتحاد الدستوري هو اللي غادي يجعلني نعطي اكثر ونخدم اكثر الساكنه ونترافع على المتطلبات ديال الساكنه في اطار اكثر، يعني اكثر راحه واكثر سلاسه، وعندنا فيه غيكون فيه واحد الاخذ ورد، وغادي يعطيني واحد القوه وواحد الاراده اللي تكون كبر من هذه اللي عندي دابا. هذا هو السبب الوحيد، وهذا هو بالنسبه لي انا، هذا هو المنظور اللي كنشوف منه السبب ديال الانتقال، والله يوفق الجميع. اولا انا قلت لكم يعني بالنسبه لكل ما يتعلق بالانتخابات وكل ما يعني عنده علاقه بالانتخابات التشريعيه المقبله، ما غاديش يمكن لي نجاوب على هذه الاسئله، حيت هي كتعتبر كحمله، يعني ما يمكن لناش ندخلوا فيها اصلا. انا هذه الندوه هذه الصحفيه هي عباره عن تعبير عن القرار ديالي الانتقال للحزب ديال الاتحاد الدستوري فقط. يعني مازال ما غاديش نهضروا على المرحله الجايه اللي هي كتتكلم على التزكيه والانتخابات الى غير ذلك. ولكن واحد خصو يعطي من نفسه. اذا انا بالنسبه لي لا جينيروزيتي ماشي ما كتجيش بالماده، كتجي بالشخص. يعني شنو يمكن لك تعطي للناس من الشخص ديالك، من الوقت ديالك، من الافكار ديالك، من الاشياء اللي يمكن لك تساعد على انهم يحسنوا الوضعيه ديالهم ولا الانصات الى مشاكلهم. دونك هذا هو اللي كاين. كنتمنى انني نكون عند حسن الظن ديال الساكنه، وانا دائما راه الاشاره، والعمل ديالي ما غاديش يتغير، والالتزام ديالي ما غاديش يتغير، والوجود ديالي ما غاديش يتغير، وغادي نبقى ديما حاضره وديما كاينه في المجال وفي الميدان. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات.